Empower your body, energize your mind. التحدي الاول معانا وهيكون سهل جدا، لان دي الحركه الطبيعي اللي اغلب الناس بتحاول ان هي تعملها وبتحاول ان هي تتعلمها، وهي الضغط. بنحاول كتير ان احنا نعمل عمليه الضغط، ولكن في اخطاء شائعه كتير جدا بتحصل فيها، ويا ترى هي ايه؟ تعال نشوف دلوقتي. اول حاجه لما نيجي ننزل الضغط، في ناس كتير بتيجي تنزل بتعمل بالشكل ده، وده خطا. ليه؟ لان المفروض يكون الجسم بتاعي مستقيم، يكون بالشكل ده. طيب، حاجه رقم 2، انا لو غيرت الوضعيه بتاعت الايد بتاعتي ممكن يحصل لي اصابه في الكتف. زي انا لو جيت عملت بالشكل ده، رحت فتحت ايدي كوعي بالشكل الجامد ده وجيت انزل، ده هنا هيحصل لي اصابه في الكتف. طيب، ايه اللي المفروض ان انا اعمله؟ عندي شكلين من الضغط، او اختلاف في الزاويه بتغير لي اختلاف قوه التحميل على العضله. زي ايه مثلا؟ لو انا جيت نزلت وانا نازل، رحت ضميت كوعي للاخر ناحيه جسمي ونزلت بالشكل ده، التحميل كله هنا بيكون على التراي، عضله التراي. ولكن لو انا جيت فتحت زاويه 45 درجه شويه وعملت بالشكل ده، هتيجي تنزل، فانا كده بحمل اكتر على عضله البنش، او انا بقوي او بمرن عضله البنش اكتر. اعمل الشكل اللي يريحك، المهم ان انت تعمل اكبر عدات. اخر يوم لاستلام الفيديوز اللي ان شاء الله هتبعتوها هو يوم الاربعاء، وبعدها يوم الخميس هنعلن مين اكتر حد عمل عدات ضغط في فيديو واحد. فابعت لنا الفيديو بتاعك ونشوف مين احسن واحد، ونلتقي يوم الخميس، يمكن تكون انت البطل بتاع اليوم ده. سلام.